الله سبحانه وتعالى يقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. طب كمل الآية كده: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. في بعض الناس بيبص لي وأنا لا أقصد أحدا منكم، أول ما قلت كلمة الحيوان الناس بتبص لي كده. دي آية في القرآن، الله عز وجل قال هذه الكلمة، هذا كلام رب العالمين مش كلامي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني إيه الحيوان؟ ما معنى كلمة الحيوان في تلك الآية؟ أي الحياة الحقيقية السرمدية الأبدية التي لا زوال ولا فناء لها أبدا. هذه هي الحياة الحقيقية يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك، وأنا دايما بقول لا نحتاج من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقسم. ليه؟ هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، لا يحتاج إلى قسم أصلا. ومع ذلك إذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فلنعلم أن جواب القسم عظيم. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة حتى نفيق من غفلتنا وحتى تتعلق قلوبنا بهذه الآخرة. بيقول: والله ما الدنيا كلها، والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يا سلام لو نعمل الموضوع ده عملي، لو نطلع كده على البحر أو النيل وتضع إصبعك داخل اليم وتخرجه مرة ثانية، ماذا أخذ؟ لم يأخذ شيئا.